يا صباح النشاط والحيوية والروتينات التحفيزية، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد مع بعض. بس قبل ما نروح على الفيديو بتاعنا او نشوف يومنا ابتدى ازاي مع بعض، ما تنسونيش باللايك والشير وكمان سبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفي قناتي، وما تنسيش تفعلي زر الجرس يوصلك اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله مع بعض. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ايه النهارده. اول حاجه ابتديت بيها النهارده كده روتين بسيط كده في غرفه النوم بتاع الاولاد. بقالي كتير كده ما عملتش معاكم روتين، بما ان الجو اليومين دول سقع بقى، والجو هوا وشتا وزي ما انتوا عارفين كده، فما فيش روتينات عميقه. فقلت يلا نعمل روتين بسيط كده كده جوه غرفه النوم بتاعه الاولاد كده. يا دوبك بس هنرتب السراير مع بعض ونلمعهم، نديهم تلميعة بسيطة كده ونكنسها بالمكنسة ونطوق الحتت الفاضية كده، يعني حاجة كده بسيطة على ما الجو يهدى كده. وبعد كده نمسك بقى الشقة بتاعتنا، نعمل لها روتين عميق كده في جميع أجزاء الشقة من أولها لآخرها، علشان خاطر طبعا الجو بره عفرة وهوا وشتا. يعني الموضوع بصراحة ساقع جدا. غير الكسل، غير شوية برد بساط كده، يعني زورنا وجعنا شوية كده والدنيا مش مظبطة عما الجو يهدى شوية كده. وبعد كده نشوف بقى ايه احنا عايزين نعمل ايه في الشقة بتاعتنا. هبدأ بقى زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ بقى بترويق السراير بتاع الولاد، والحاجة اللي مش مظبطة نظبطها وننفض السراير كده ونشوف الواد مكركبين الدنيا ازاي، ونبدأ نرجع كل حاجة مكانها. طبعا كمان المدارس قربت، فهنبدأ بقى مع بعض الروتينات بقى الحلوة بتاعتنا اللي كلها نشاط وحيوية والصحيان من الفجرية. همسك بقى السراير بتاعتي انفضها واشيل كل اللي عليها واديها تطويقة حلوة محترمة كده، وبعد كده هبدأ افرشها زي ما كانت. انا بحب اطبق البطاطين، بس يعني في واحدة حبيبتي كده كتبت لي في كومنتات ان هو ما تطبقيش البطاطين وتتعبي نفسك كده، حاولي ان انت تفرديهم على السرير بيكون شكلهم احلى من ان انت تحطيهم على طرف السرير كده متطبقين. طبعا انا زي ما اتعودت في بيت اهلي وفي بيت جوزي ان هم بيطبقوا البطانية وبيحطوها في اخر السرير كده. فمن يوم ما حبيبتي دي قالت لي لا يا نهى افرديها نص فردة كده على السرير هتدفي السرير للولاد، وانا من يوميها بعملها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده خلصت السراير بتاعتي وفردتهم زي ما هي قالت لي بالظبط كده. رحت بقى على المكتب بتاعي، لقيت الولاد شايلين المفرش وسايبين الكتب بتاعتهم وسايبين الدنيا تضرب تقلب زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. طبعا عشان احنا في اجازه لسه ولسه ما رحناش المدرسة، فبسيبهم يناموا لمتأخر شوية لغاية الساعة 9 10. فبيقوموا يفطروا مثلا اللي عنده درس بدري بيروح، واللي ما عندوش درس بيقعد طبعا بره في الريسبشن عما بجهز الأوضة دي. وبعد كده أطلع أنا بقى للريسبشن، هما يرجعوا تاني للأوض بتاعتهم. وفي اللي بينزل للدرس، وفي اللي مثلا بيبعتوا مثلا يجيب لي طلبات. يعني بيبقى في حد معايا في قلب البيت وفي حد بيبقى نزل بره. بما ان الجو هوا وشتاء اليومين دولت، فمش بنزلهم كتير في الشارع. تمام كده. نبدأ بقى نرجع كل حاجة مكانها كمان على المكتب بتاعنا، وهنبدأ نلمع المكتب بتاعنا كده. وبعد ما كانت الحتة بتاعة المكتب دي واقفة، زهقت منها وهي واقفة كده، قلت انيمها شوية اريحها شوية، المعها كده وابدأ ارص الحاجة بتاعتهم مكانها تاني، وارجع كل حاجة مكانها. والشنط بقى اللي كانت مرمية على الارض حطيتها تحت المكتب. وغرفة النوم بتاعة الولاد بقت 100 فل و10 كده. دخلتهم بقى على اوضتهم وقلت لهم سيبولي بقى ايه الريسبشن كده انضفه كمان هو كمان، علشان يبقى الشقة كده الحمد لله ما فيهاش اي حاجة متكركبة. عشان انا لما بدخل المطبخ ما بحبش اطلع براه غير لما يكون كل غدايا جاهز. تمام كده. طبعا انا بعد ما خلصت غرفة النوم بتاعت الاولاد دخلت على غرفة النوم بتاعتي، وكمان الاوضتين اللي بره اللي بتاعت الصالون والاوضة بتاعت ابني. طبعا الجو ساقع
ساقعة جدا، فبنيمه في غرفة النوم بتاعة اخواته البنات، هو على سرير لوحده واخواته البنات على السرير التاني، بس مجرد بس ان هو يبقى فيه نفس في الأوضة، لان الجو صعب جدا، الجو ساقع جدا، والأوضة هتبقى ساقعة عليه قوي قوي قوي. وكمان من الأوضة دي ما فيهاش تكييف، لان هو ممكن الواحد يدفيله الأوضة مثلا شوية وينام. وحوالينا في فاضي، فالجو تحس ان هو بيطربق بره حوالينا، الاصوات صوت الهوا. فبخاف يعني ان هو يكون خايف، هو فعلا قال لي انا خايف. فقلت يعني مش مهم اليومين بتوع السقعة دولت ان هو ينام لوحده، وينام طبعا مع اخواته طبعا. يعني هما في الاول وفي الاخر اخوات، وطبعا حكايه ان الولد ينام مع البنت او في نفس اوضه البنات ديت طبعا بتبقى على حسب التربيه. وطبعا هما لسه صغيرين يعني مش فاهمين يعني ايه انت لازم تنام لوحدك وهي لازم تنام لوحدها. تمام كده، بس احنا بنحاول ان احنا نعودهم يعني اليومين دولت ان كل واحد ليه غرفة مخصصة للنوم وليه حياته، كل واحد يبقى ليه حياته الشخصية المخصصة ليه وحده. مجرد ان احنا نبدأ معاهم في السن الصغير ده مسألة تعود مش اكتر. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده خلصنا الركنة بتاعتنا ونضفناها. هبدأ كمان ألمع الترابيزة بتاعتي من فوق ومن تحت، وأنفض المفرش بتاعها لو عليها أي حاجة، وهفرده تاني مكانه، وكمان هحط المناديل بتاعتي. وبعد كده طبعا هشيل الحفاظات بتاعتي ديت وأكنسها بالمكنسة. وهبدأ بقى ايه، دي اخر حاجة بقى خالص، ان انا بشيل الحفاظات بقى اللي موجودة على السجاد ده، وبكنس الشقة بتاعتي كلها بالمكنسة ما عدا المطبخ. بسيب المطبخ بقى في الاخر لما اخلص شغلي خالص، وبعد كده ببدأ ان انا اكنس المطبخ بتاعي. وفي اليوم ده كان عندي مشوار، فكنت مستعجلة فيه شوية علشان كنت هنزل مشوار بتاعي، فكان لازم اجهز الغدا عما اولادي يروحوا دروسهم واجي اكون انا رحت المشوار بتاعي وجيت يكون الغدا بتاعي جاهز. تمام كده تمام كده. فبدأت ادخل المطبخ بقى واعمل الغدا بتاعي. طب هقول لنا يا نهى هتعملي غدا ايه؟ هنعمل حاجة بسيطة كده، هنعمل حواوشي مع بعض، يعني حاجة كده ما تاخدش مننا وقت، وفي نفس الوقت ايه اللي هي ممكن الولاد حتى لو جم قبلي ان هم يقدروا يتغدوا ان هم يقدروا يتغدوا، لو هياكلوا كل واحد سندوتش مثلا تصبيره لحد ما انا اجي اجهز لهم بقيه الغدا. المهم ان انا الحمد لله رحت مشواري وجيت قبل ما هم يجوا، علشان خاطر ان انا اعرف اكمل لهم بقيه الغدا. تعالوا بقى اما نشوف عملنا ايه مع بعض. الاول كده عملت ايه يا نهى؟ جبت البطاطس بتاعتي قشرتها وقطعتها صوابع، عشان نقلي طبعا الحواوشي لازم يكون جنبه طبق بطاطس كده، طبق طحينه، طبق سلطه، طبق مخلل. هو ده الحواوشي. حواوشي يعني بطاطس محمر، ما نعرفش ناكل الحواوشي من غير بطاطس محمر. تمام كده. هقشر البطاطس بتاعتي واقطعها وهحطها في ميه بحبه ملح بحبه شطه بحبه كركم بعصره ليمونه بنقطه خل، الحاجه اللي بتحبي تحطيها عليها حطيها، دي طبعا حريه شخصيه. بعد كده بقى بنتي جابت لي بصل من تحت، وكمان ما كانتش عارفة تجيب البصل، فجابت لي هما بصلتين اتنين اللي جابتهم او 3 بصلات، وطلعوا من الثلاث بصلات دولت بصلايه بايظه. فقلت لها لو سمحتي انزلي هاتيلي كمان بصلتين او 3، دول مش هيكفوا الكيلو الحواوشي او كيلو اللحمه اللي موجود معايا. فقلت لها لا بعد اذنك انزلي كمان هاتيلي من عندي تيتا من تحت كده بصلتين كمان. قالت لي حاضر يا ماما. عما هي تنزل وتيجي بقى اكون انا قشرت البصل اللي معايا وفرمته في الكبه، لان انا ولادي من النوع اللي هم ايه بياخدوا راحتهم شويه عما بيجيبوا لك الطلب. فعما هي تجيب البصلتين وهنشوف دلوقتي هكون انا خلصت البصل وهي لسه جايه. هفرم بقى البصل بتاعي كده في قلب الكبة عشان عايزاه ناعم ما يبانش للولاد في قلب اللحمه. هفرم بقى البصل بقرن فلفل اخضر،
هفرم بقى البصلايه بتاعتي بالفلفل الاخضر. يعني حطيت حوالي 3 بصلات افرمهم مع بعض فرم ناعم قوي علشان خاطر ما يبانش معايا في اللحمه، ومع قرن فلفل اخضر. اهي بنتي كانت جت هنا جايبه لي 3 بصلات صغننين خالص، هقشرهم هقشرهم واشطفهم بالميه اللي موجوده معايا بقرن فلفل او قرنين 2 فلفل، واحد احمر لو عندك وواحد اخضر. طبعا ده على حسب الحريه، انا كان عندي واحد مشبح شويه احمر وواحد اخضر، فهفرمهم بقى مع ال3 بصلات الصغننين اللي بنتي جابتهم دولت، وهنعمهم برضو في قلب الكبه. ومش بحب احط طماطم على الحواوشي بتاعي، بحسه ان هو بتنزل طماطم، بتنزل مني ميه في قلب الرغيف او بتنزل مني على اللحمه. واللحمه طبعا لان اللحمه فيها بعض من السوائل، عشان مش ارجع تاني احط له مثلا معلقه بقسماط او احط له مثلا معلقه نشا عشان ما ينشيش مني وتكون اللحمه معايا اللي جوه مفروله او تكون مني ناشفه. فاللي تقدري تستغنى عنه تستغنى عنه، يعني الطماطم مش طعمها مش هيفرق قوي معاكي في الحواوشي. بعد كده بقى هجيب اللحمه بتاعتي احطها على البصلايه، وبعد كده اجيب التوابل بقى، احط ملح فلفل بهارات 7 بهارات شطه بابريكا، بحب احط عليه دبس رمان او صويا صوص او كمان رشه من جوز الطيب. وكمان لو عندي او عندك رشه صغننه كمان من الكباب الصيني بيبقى حلو جدا. كباب الصيني او جوز الطيب الاتنين بيدوك، يعني الاتنين نكهتهم مقاربة جدا لبعض. لو حطيتي اي حاجة منهم هما الاتنين مش بتفرق يعني قوي في الطعم. عندك مثلا توابل حواوشي من بتاعة كنور ممكن تحطي حبة، ما عندكيش خلاص ممكن تستغنى عنها. انا ما كانش عندي فما حطيتش. هنا كانت قطعة لحمة صغننة كده ما كانتش لسه فكت معايا، مع اني انا مطلعة كيلو اللحمة ده من قلب الفريزر على الرف من قبلها بيوم، وساعة ما صحيت الصبح رحت مطلعاه بره التلاجة على الرخامة. فالجو طبعا منه ساقعة جدا، فالحاجة مش بتفك بسرعة. فانا يعني هدعك اللحمة بتاعتي بالتتبيلة دعكة محترمة، وهسيبها برضو في قلب الطبق كده معايا تفك براحتها لحد ما اجي يعني كان جوزي بعت لي بقى العيش. يعني على ما العيش جه كانت حتة اللحمة او قطعة اللحمة دي كانت فكت معايا. طبعا العيش زي ما انتم شايفين جاي كان جاي سخن، فرطته على الطبق. وبعد كده بقى بدأت ألمه في قلب الكيس واغطيه بقى في قلب الكيس، وابدا بقى ان انا افتحه واحشي الحواوشي بتاعي. طبعا في ناس بتحب الرغيف مفرود وتملاه باللحمه، وفي ناس بتحبه زي ما انت شايفه كده. انا بحب اتني الرغيف اكتر ما يكون مفرود، علشان الرغيف بتاعك ما يكونش مكلكع من جوه. اقطعي حته صغننه من اهو بصي مكلكع من جوه، اهو لسه بتكلم بالظبط. اقطعي حته اكنك هتحشيه كله، وبعد كده دخليه بقى اتنيه جوه كده، مش هيبقى مكلكع معاكي. وفي نفس الوقت لو في شويه سوائل موجودين في اللحمه ونزلوا الرغيف يقدر يستحملها، ويبقى الرغيف معاكي من بره ناشف مقرمش ومن جوه طري جوسي، واللحمه تكون طريه وجوسي معاكي. تمام كده يا حسن انت وهي. يلا انزلي بقى حط اللايك واعملي شير للفيديو، وكمان كومنت حلو منك كده. وكمان لو اول مره تشوفي قناتي اتمنى ان تشتركي معانا وتفعلي زر الجرس يوصلك اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله مع بعض. طبعا كل ده وقبل ما اشتغل في اي حاجة كان الفرن بتاعي شغلت عليه. يعني قبل ما احشي العيش بتاعي جه وفردته شغلت الفرن بتاعي، علشان بحب قبل ما ادخل الحاجة. وكل فيديو لازم اقول لكم المعلومة دي، ان قبل ما ادخل الحاجة في قلب الفرن بحب اشغل الفرن بتاعي يسخن الاول. خلينا متفقين على الحيطة دي في اي حاجة بنحب ندخلها الفرن. نشغل الفرن عما نجهز الادوات بتاعتنا او نجهز الحاجة اللي عايزة تدخل في الفرن عشان تدخل على طول تسرع معانا عملية السوا. وكمان الحاجة تخش كده يعني على النار على طول تحسي بصدمة كده،
فالحاجة تكون معانا يعني اما بتاخد الصدمة مش بتنزل كمية مية مش بتنشف كمان معانا في قلب الفرن. انتوا فاهمين قصدي؟ اكيد طبعا فاهمين قصدي. بعد كده جبت الصاج بقى بتاعي اللي بيدخل الفرن وهياخد كمية الحواوشي بتاعتي، وحطيت فيه حبة محترمين من الزيت كده، وبدأت بقى ايه، ان انا ادهن الوش الوش بتاع الرغيف بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، واقلبه اليمة التانية، اديله حبة من الزيت كده من على الوش، واقلبه اليمة التانية. وطبعا دخلته الفرن. دخل الفرن بقى حوالي تلت ساعة، وطلعته عشان اشوفه، لقيت اللحمة بتاعتي لسه ما استوتش قوي، وخلاص كان فاضل لي شوية وامشي واروح المشوار بتاعي. فقلت بقى مش هقعد حاطة ايدي على خدي ويعني ايه، فقلت ادخل البس بقى على ما يكون الحواوشي بتاعي كمل سواه في قلب الفرن. ده اللي حصل بالفعل. عما جهزت نفسي ولبست عشان انزل، رحت ايه، لقيت الحواوشي بتاعي كان استوى. هطلعه بقى في قلب السرفيس بتاعي كده وارصه، وبعد كده هجيب بقى الورق السلوفان بتاعي، وهبدأ ان انا اغطيه علشان بيبقى ناشف من بره شويه، والولاد مش بيحبوه مقرمش شويه. هغطيه بالورق السلوفان على ما اروح واجي هيكون يحتفظ بدرجة حرارته، يكون سخن يعني زي ما هو، وكمان في نفس الوقت يكون طري شوية. هنا بقى كنت رحت وجيت، وطبعا قبل ما امشي كنت مجهزة بقى السلطة بتاعتي، وكنت مجهزة سلطة الطحينة، يعني كنت مجهزة السلطة الخضراء وسلطة الطحينة. يا دوبك جيت يا دوبك جيت قليت البطاطس، وكمان دفيت الجو كان ساقع جدا، فدفيت الحواوشي بتاعي حاجة بسيطة جدا على الطاسة على البوتاجاز. حاجة بسيطة كده جدا. وطبعا الليمون المعصفر بتاعي بتاع اللي احنا عاملينه المرة اللي فاتت كان كمان استوى. وطبعا عندي بواقي خيار وقرنبيط، طلعتهم وبألف هنا وشفا. ويا رب يكون النهاردة الفيديو عجبكم، ويكون الفيديو بسيط وحبوب على قلبكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة مع بعض. بس ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب لنهى، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.